السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب، وفي أيام كلها خير وبركة يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي. ربنا يعود عليكم الأيام كلها بخير. ونبتدي نشوف مع بعض النهاردة، نفتكر بقى رمضان وروايح رمضان الحلوة. هنعمل مع بعض النهاردة حاجة حلوة نحلي بيها بعد الفطار للي صايمين وطول الوقت للي مش صايمين. هنعمل ايه مع بعض؟ هنطلع كيس الكنافة اللي احنا شايلينه في التلاجة من رمضان، نعمل زي ما احنا شايفين كده، نفركه. لو كان مثلا كبير او طرح هنقطعه كويس ونفركه ونحط عليه معلقتين زبدة وندخله الفرن ياخد وش. بعد ما خد الوش وبقى ذهبي وجميل، هنبتدي ان احنا نقلبه شوية كده، ان في حتت فيه بيضة لسه هندخله تاني ياخد وش الذهبي. يبقى الكنافة بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين اهو اخدت اللون الذهبي الجميل. طب تمام، هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب معلقتين عسل احطها عليهم. طب ليه؟ ممكن نحط سكر بودرة، ممكن نحط سكر بودرة، بس احنا بنقول نحط عسل ابيض عشان يدي برضو قيمة غذائية حلوة لينا ولولادنا. بعد كده هجيب لفة الجلاش بتاعتي، طبعا مفتحهاش قبل ما اخلص كل اللي انا بقول عليه ده عشان ما تنشفش مني ولا تبقى ايه الورق بتاعها يتكسر. ابتدي ان انا اجيب الخلطة بتاعتي اللي هي الكنافة اللي انا عملتها بالعسل وبالزبدة وحمصتها في الفرن. عندي من رمضان بقى او غير رمضان شوية مكسرات هستعملهم، ما عنديش خلاص مفيش مشكلة، يبقى كفاية الكنافة بالجلاش. طيب مكسرات بقى، عندك فول سوداني تمام، حمصيه وشغلي بيه، عندك بندق، عندك زبيب، جوزة هند، اي حاجة عندك هنشتغل بيها. تمام كده خلاص، خلصنا كل الكمية ولفناها رول زي ما انتوا شايفين. خلصنا كل النص الكنافة بتاعنا مع لفة الجلاش بتاعتنا دي، اخر لفة معانا. شايفين بنعمل الرولات عاملة ازاي؟ كده خلصنا كل الكمية اللي عندنا. نص كيلو مع نص كيلو عملت لي كمية كبيرة جدا من رولات الكنافة بالجلاش. وقفلنا خلاص على اخر حتة دلوقتي اهو، بنقفل اخر رول معانا وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. المهم وانتي بتلفي لي فيه كويس جدا وقفلي عليه بالزبده. خلاص شايفين عملنا قد ايه كميه الرولات دي؟ من نص كنافه ونص جلاش. طيب هبتدي بقى دلوقتي ان انا عايزه اقطعه تقطيعه حلوه قوي. طبعا هحطه في صينيه، الصينيه دي لازم ان انا ادهنها رشه كده زبده، او يعني هنقول زبده على زيت عشان تبقى طبعا خفيفه شويه. هجيب بقى السكينه احاول ان انا اقطع الرولات دي معايا صوابع تكون كلها مقاس واحد. ممكن ان انا اقطعها زي ما احنا شايفين كده بالنظر على طول ان انا مخليهم كلهم سوا واحد. وممكن لو انتي يعني مش هتعرفي تظبطيهم، تقيسيها بقى بمسطره باي حاجه عندك تطلعي الصوابع كلها مقاس واحد. طريقه التسويه بقى دي كل واحد تبع رغبته. احنا بنقول ان احنا ممكن نسويها بالطريقه دي ونخليهم واقفين كده في الصينيه، وممكن اللي عايزها اكتر ده هيطلع طري شويه، لكن ممكن تفرديهم في الصينيه عادي برضو هيتسووا يبقوا حلوين وهيبقوا اكتر قرمشه. بعد كده هطلعهم من الفرن باي طريقه بقى انت سويتيها. هبتدي ان انا اسقيهم بالشربات اللي انا عملته، اللي هو كوبايه ونص سكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه. خلاص كده اديت لهم العسل بتاعهم وتمام. ابتدي بعد كده ان انا اسيبهم شويه بس كده يهدوا. بعد كده اطلعهم اقدمهم بقى في اطباق واحط عليهم بقى ممكن شويه مكسرات تاني، شويه جوز الهند، شويه عندك فستق، اي حاجه عايزه تزوقي بيها الطبق اعملي اللي انت عايزاه. المهم ان انت هتاكلي احلى حاجه حلوه بعد صيامك او بعد اليوم الجميل بتاعك النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.